هل أن علماء تونس منذ دخول الإسلام إلى البلاد إلى الآن كانوا يصمتون على المنكرات يبيعون دينهم بأي شيء؟ هل التونسيين كانوا كفار ومشركون حتى جاءنا الفتح الوهابي اليوم؟ يعني هذا كلام على غاية من السخط. يعني أنت هنا يعني أنا لا أتوجه. لا ميسالش خلي حوارنا يكون تفاعلي. احنا عندما يتكلم سامحني سأجيبك. أنا صوفي وأنا ناطق باسم اتحاد الطرق الصوفية. تمثل نفسك. وأمثل 2 مليون صوفي بتونس، ثم أمثل كل الشعب التونسي الحقيقي الذي يحب أولياءه ويحب إسلامه وفي عقد الأشعري وفي بشير. خلينا نقارع الفكرة بالفكرة، ما نكونش حوارنا شخصي معناها في تأصيل علمي ما عنديش. نقارع الفكرة بالفكرة بنظيرها أو بضدها. سيدي الكريم، أنا هذا ميثاق علماء تونس دوناه فيه هوية البلاد، أن أهل إفريقية أهل اتباع لا ابتداع، أنهم على الفقه المالكي، أنهم على العقيدة الأشعرية عقيدة التفويض ليس فيها تجسيم الوهابي، وأنها تعتمد التزكية. خلينا نعاود نوجه الحوار شوي. ليس مشكلة شخصية لا مع ولا غير، يعني نرد الفكرة على بالفكرة فقط. العقيدة هي عقيدة أشعرية، المعتمد هو عند علماء الزيتونة هو الفقه المالكي، التزكية على طريقة الجنيد، ثم علماء الزيتونة هو المرجعية. طيب على من وقع عليه اليوم سيادة رئيس الجمهورية؟ سامحني، كمال الدين الجعيد وقع عليه مفتي الجمهورية، نخبة العلماء. هل كل هؤلاء مخطئون؟ يعني وهو الأستاذ طبعا خلينا نكونوا إيجابيين شوي. هل كل علماء الزيتونة مخطئون؟ هل كل الصوفيين مخطئون؟ لكن ما ندخلوش باش ندخلوا في بحر يعني معناها. تهاجمني في شخص، أنا لا أهاجمك، أنا لم أقل لك يا وهابي أو يا مجسم، أنا لم أقل لك ذلك. موضوع حصتنا اليوم